تعرف عبد الشكور؟ عبد الشكور مين؟ ده واحد صاحبي ما تعرفوش. انا هقول لك ايه قصه عبد الشكور هنا. عبد الشكور اول ما وصل التشيك كان فاكر ان الدنيا سهله، كان فاكر ان هو هيعمل فهلوي، والفهلوه هنا هتنفعه. الفهلوه ما نفعتهوش. عبد الشكور اول ما وصل هنا هو كان مقدم في الجامعه، فخلاص قال لك انا كده ولا كده مقدم في الجامعه، فانا هشوف اي شغلانه. الشغلانه اللي اشتغلها عبد الشكور اشتغل في مطعم، والمطعم ده للاسف بدا يستغله، ان هو ما اشتغلش بورق، ما اشتغلش قانوني، مع ان الفيزا بتاعته مدياله تصريح ان هو يشتغل هنا قانوني، بس هو رفض ان هو يشتغل قانوني، اشتغل حاجه هنا اسمها بلاك من غير ورق. فلما اشتغل بلاك من غير ورق المرتب بتاعه نزل عن الحد الادنى. الحد الادنى هنا 125 كورونا في الساعه، فانت هنا بتشتغل اقل من الحد الادنى. طب انت بتشتغل ليه اقل من الحد الادنى؟ علشان صاحب العمل اتفق معاك ان هو هيشغلك مده اكبر في نظير مرتب يكون اقل، بس هتاخد عدد ساعات اكتر من اللي مسموح لك، وعدد ساعات المسموحه لك هنا في العمل هي 40 ساعه اسبوعيا. فانت مش عايز تشتغل ال 40 ساعه، عايز تشتغل اكتر من ال 40 ساعه، فبيحصل اتفاق من تحت الترابيزه، حاجه مش قانونيه واحنا كلنا عارفين. طيب انا ليه ما امشيش قانوني هنا؟ ليه اتعب؟ خلي بالك، بعد ما اشتغل مع الراجل ده لمده سنه الفيزا بتاعته للاسف ما اتجددتش، التعليم بتاعه ما كانش ناجح فيه، الدراسه بتاعته اتعلقت، الجامعه بتاعته راسلت بوليس الاجانب وقالت لهم ان هو ما بيحضرش وان هو مش منتظم وما دخلش الامتحانات، والفيزا بتاعته للاسف اتلغت، وعبد الشكور هربان دلوقتي. فمعلش لما تيجي هنا ابعد عن الفهلوه، امشي كويس، ابعد عن الناس اللي هتورطك. طور اي مهاره انت جاي بيها من مصر، طور الانجليش بتاعك، لو معاك اي حرفه انت جاي بيها من مصر دي هتكون حاجه ليك، هتكون بوينت ليك تقدر تشتغل بيها هنا. ابعد عن اللي هيورطك، خلي بالك ما تبقاش زي عبد الشكور.